لما اسم ناويا اينوي يتحط على بوستر اي ماتش الكل بيسأل سؤال واحد: الماتش هيخلص في انهي جولة؟ لكن المرة دي المفروض البطل اللي قدامه المفروض مش سهل ولسه ما خسرش لحد الليلة دي. ضحية اليوم ديفيد بيكاسو. التاريخ 27 ديسمبر 2025. المكان ساحة محمد عبده في الرياض بالمملكة العربية السعودية. والماتش ده كان عن ان ناويا اينوي يدافع عن ألقابه في وزن السوبر بنتام ويت، والمتحدي اللي كان قدامه هو بيكاسو اللي جاي عاوز يخطف منه الألقاب. بيبدأ الماتش وبيضرب جرس الجولة الأولى. اينوي بدأ الماتش وهو متحكم في المسافة، بيقيس المسافات بالجابس بتاعته وبيضرب الضربات الطويلة السريعة بتاعته، ودي اللي كانت بتخلي بيكاسو ما يلاقيش ثغره يدخل منها ليه. بيكاسو حاول في الجوله الاولى انه يفرض سيطره ولكن ما عرفش، فاينوي بيضرب وبيكاسو بيتضرب. الجوله الثانيه بيكاسو بدا يقرا مسافه اللعب وحاول انه يوصل ضربات اكتر، لكن اينوي كان بيرد بتوقيت مثالي على كل محاوله دخول من بيكاسو، فالكاونتر اتاك بتاعه كان هو اللي بيوصل الضربات وبيكاسو ضرباته طايشه، فبكده اينوي بيضرب وبيكاسو بيتضرب. الجولة الثالثة سرعة الإيدين واللكمات بدأت تظهر لإينوي، ولكنه استغلها للضرب في جسم بيكاسو، وبكده إينوي بيضرب وبيكاسو بيتضرب. الجولة الرابعة بقى إينوي بدأ يضرب بكثافة أكبر، وبدأ إن هو يزود قوة الضربات على جسم بيكاسو، زي ما تقول كده كان عاوز يخلص بالقاضية في الجولة دي، وده لأنه بدأ يربط مجموعات اللكمة ما بين الجسم وما بين الراس، وده طبعا بيخلي الخصم محتار هو يشيل تحت ولا يشيل فوق. بيكاسو ما وقعش قاضية في الجولة دي، ولكن إينوي ضرب وبيكاسو كان بيتضرب. الجوله الخامسه بقى الريتم بيقل شويه، بيكاسو بيحاول يطول اللعب ويقلل الضغوط، يتحرك شويه، يقفل شويه، يبعد شويه، يكلينش شويه، ومع ان اينوي هدى اللعب شويه ولعب من المسافات بدل ما انه يستنى ان بيكاسو يجيله او هو يقرب منه علشان يضرب الانر فايت بتاعه، الا ان الضربات كلها كالعاده راحت لصالح اينوي، وبكده ناويا بيضرب وبيكاسو بيتضرب. بس الواد وتد ما بيقعش.